مواقف كوميديه ومضحكه مش خساره فيها الباقه. شكلها شاربه حته ب 200 لوحدها ومش حاسه هي فين اصلا يعني. حد يمسكها طيب، حد يمسكها. هو اصعب لحظات حياتنا بقى لقاء المطارات ده، اللي هو يا ريتك ما رجعت يا اخي. ده تقريبا كان ترابزين سلم اللي بيشيله ده. هوب ان شاء الله. ده فستان ده ولا بالونه ولا ايه ده؟ ده واحد ماشي في امان الله لا بيه ولا عليه، لقى خازوق على الارض يسيبه؟ لا طبعا لازم يجربه، لازم يحس كده الخازوق ده نهايته ايه، يعني اخره ايه. هو هنا تقريبا ادرك ان الخازوق مش في الرحله، هو الخازوق في نهايه الرحله. عامل ايه يا متهوره؟ حاسبي من قدامهم بتعملي كده انه واقف على مدرجات ولو فلتت اوه. شكلك موديل من اللي هم بينزلوا 50 صوره في اليوم على الانستا، دول كلهم في اماكن مختلفه. لا اميز حاجه بقى في القصيرين ان اعصابهم بتكون شديده، فاللعبه دي هتيجي معاك يعني. يلهوي جو الليل والرومانسيه ده جو ما يخرب بيت الهطل. بص، هو اللي اعرفه ان البتاعه دي في مصر اسمها لوليتا، مش عارف بقى في بلدكم انتوا بتسموها ايه بصراحه. وبقى السبرايز والعيد ميلاد بقى يا ابني. صدقت الاشاره وقفت عشان تعمل الفيديو ده، وبصراحه ابدعت يعني. ترند باذن الله. تعمل ايه ده؟ خطيبتك ما يا رب ما يطلع اللي في بالي. نفسي انا بقى في الجو ده يعني، مرجحه على البحر وهوا وبتاع يعني. الواحد يا نهار لهم بيحتفلوا بعيد جوازهم، ودي صوره تقريبا ايه ده؟ ده فتح الايرباك طياره. تهدي بالله، اهدي ايه الرشاقه اللي مدياك الثقه دي؟ شوف استن بس يعني، قول لي الزمان يرجع يا زمان. الزمان يا حاج مش انت يا حاج. خدي نفسك واطلعي على الشط واجري يعني، طلعي اللي جواكي كده. دفعه وحشتوني يا شكله اول يوم رياضه وجري ولسه صاحي ومش متعود، فما حدش يظلمه بقى. يا بنات بلاش هزار الشباب ده بيبقى رخم. مش كل حاجه نعمل زيها كده يا بنات. مش ده العمود بتاع ما علينا، بس الواد جامد بقى. ماشي حد يقول لي بنت على المطبخ تاني يعني. بص ولا اجدع الصنايعي. شكلك رجل اعمال وفي الويك اند بتاعك ليك هيبه كده، الشورت بتاعك بيديك هيبه بصراحه. ربنا يستر عليك، نشوفك في الاجتماع الجاي بقى. دي لو مرتبه جديده وانت بتحاولي تفكيها فانصحك انك تبعدي. رغم الاصابه اللي في دراعه الا انه ما استغناش عن اللعبه اللي بيحبها يعني. بص انت محتاج تغير الدراع تاني بقى. يا خطوه جميله بصراحه، بس هو ما فيش غير اللعبه دي يعني. انا يا نهار ابيض. قدها يا بنت اللعيبه. بص انا معاك انك تلعبي رياضه في البيت عادي، بس بلاش قدام الاولاد عشان ما يتهتلوش بس. هو ده تقريبا الدنيا مطرت قدام بيتهم فقال استغل الموقف. جدع يا حبيبي جدع. اهم حاجه في التنس ان رجليك تبقى قويه عشان تعرف تشوط وانت بتعوم. دي اول درس في حياتك الزوجيه، ما تثقيش في البني ادم ده كده. اهم حاجه يكون في توازن عشان بص بقى العلم مودينا على فين يعني. عربيه الباب بتاعها ما بيدخلش ناموس وبيخرج بني ادمين. تعمل استنى ابعدي انت ابعدي استنى. لو جينا للترندات بقى، روحي لاي اتنين مرتبطين يعملوا اي ترند هتلاقوهم بيعملوها باحتراف يعني. بص بقى الباركور في الهند حاجه تانية، والسر في التفاصيل يعني. ركز في اللي بيعمله واحمد ربنا على نعمه العقل. مش فاهم ايه الحنكه انك ترمي نفسك في الزباله يا مالها دي يا ابله في ايه بس يا بيه؟ انت كمان يا بيه يا بيه. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ طب نط، الحق نفسك الحق، ده انت فل. دلوقتي جه ميعادنا مع اهم فقره في الفرح، واللي طبعا بسببها العلاقه دي مش هتنفع. دي شكلها شاربه لما اتعمت يعني. لا امسكيها بسرعه يا غبي بيتهيألي اللعبه دي محدش لعبها غير لما طلع بتشوهات يعني. لعبه السله دي يا جماعه انا بحبها، بس ما بلعبهاش عشان قصير. اوه احيه. بتوع توصيل الطلبات دول ساعات بيبقى عليهم حاجات غريبه. يا نهار ابيض، ايه الاوردر؟ يا نهار. طب هو ماله؟ بس انا مش متفائل بالموضوع. ايه الاخوات ولا بلاش والله. انت عارفه لما يكون ليكي اخ كده يقف جنبك ويبقى سند ليكي ويساعدك ويعلمك حاجات انت ما تعرفهاش، فدي في حد ذاتها. عارف انت لما تكون فقري والحظ حالف انه ما يفرحكش لحظه حتى. حبيب قلبي تعالي يا جميل، تعالي الشله كلها مستنياك عشان يضحكوا. تعالي وقابل زي عسل بصراحه، مطقمين.